السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت وميت. النهارده هنعمل مع بعض اسهل فطير مشلتت لاي حد مبتدأ عمره ما عمله في البيت خالص. هنعمل فطيرتين صغيرين كده، يعني مش هيكملوا معاكم في العمايل كلها ساعة بالتسوية كمان. ان شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وطريقة تشكيل الفطير من اسهل ما يمكن. ان شاء الله ابدأوا معايا الفيديو كده وسموا، وباذن الله هتعملوا احلى فطير. جبنا نص كيلو دقيق هعمل بيهم فطيرتين، وجبت هنا ازازه ميه نص لتر علشان اعرفكم انا خدت قد ايه ميه. وهفضل بقى احط ميه كده واعجن بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا ده نص كيلو دقيق ويعني ونص كوبايه زياده عشان ابقى امينه معاكم. وطبعا حطيت رشه ملح بس ما جاتش في التصوير. وبقى بقيت احط الميه واقعد اعجن بالشكل اللي انتم شايفينه. اهم حاجه نعجن العجينه كويس جدا، ما ينفعش عجينه تبقى مكتله مكلكعه، مش هيبقى الفطير حلو خالص. لازم توصل معايا للشكل اللي هتشوفوه في الاخر ده. وطريقه العجن اللي انتوا شايفينه، انا بفرد وبلمه وبدي زي بوكسات كده علشان تفرد لي الدقيق. وهنا بقى يعني كانت خلاص لميت العجينه، لميت لي كل الدقيق اللي في الصينيه. طبعا أنا عاملاه في صينيه عشان يظهر يعني. وهنا خدت اقل من نص الازازه او ممكن نص الازازه، او يعني اقل بقين كده. وبعد كده انا بقى هعمل فطيرتين. هقطع لقمتين كبار بالحجم اللي انتوا شايفينه، على حجم كده ايه، البرتقان البلدي يعني. لقمتين بحجم البرتقان البلدي، والباقي اللي هم بقى على الشمال اللي انتوا شايفينهم دول. والباقي بقى ايه، لقم صغننه قد الليمونه كده. انا بقول لكم بس بقرب لكم الحجم. وبعد كده هغطيها بقى الدقيق ده، الكيس ده مطرحه دقيق او ممكن ندهن زيت عشان طبعا ما يلزقش. وهنسيبهم بقى نص ساعه ربع ساعه كده علشان نعرف نفرد كويس. وهنا بقى معايا سمنه، هنا كانت سمنه بلدي كده على يعني شويه زيت. هنحط سمنه وزيت، وممكن نحط معلقه زبده صفرا لو عندك تديله صفار حلو. بس ما ينفعش نعمل بزبده بس، يعني ممكن يطلع ناشف مننا شويه. بس اهم حاجه في اي حاجه تحط شويه زيت صغيرين. وهنا بقى بعد ما الدقيق او العجينه اسفه ارتاحت، اهم حاجه العجينه ترتاح علشان نعرف نفرد العجينه. يعني ما نعجنش ونقطع ونفرد على طول، هنلاقيها ما تلمتش معانا ومش لطيفه خالص. عندي بقى المفرش بتاع السيليكون هنا اللي بفرد عليه. عندك بقى طبليه ترابيزه اي حاجه، ممكن على الصينيه الالومنيوم عادي جدا لو عندك صينيه كبيره، او الصينيه اللي انا عجنت فيها دي لو عندك زيها. هتجيب بقى الصينيه اللي هنحط فيها الفطير وهندهنها كويس كده بالسمنه. اي نوع سمنه، سمنه بلدي هولندي اي حاجه عندك، بس يعني مهما تحطي هتبقى احلى من بره برضو. هنا بقى اول حاجه خدنا بقى اللقم الصغيره. هنسيب اللقمه الكبيره دي. احنا دلوقتي هنعمل الفطيرتين، الفطيره الواحده لقمه كبيره اللي انا مقطعاها لقد البرتقانيه البلدي دي، ويعني معاها 11 لقمه صغيره او 10 لقم صغيره. يعني الواحده هتاخد مننا 11. انا قطعت الفطيره كلها على 22، من ضمنهم الاتنين الكبار وال20 الصغيرين. هنفرد بقى، وكل ما نفرد هنطبق، والفردة اللي بعدها هنحط التطبيقة فيها زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا بطبق هنا والاخر لما بفرد يعني اللقمة بحط فيها اللي انا طبقتها. ونفضل بقى كل الفطيرة نعمل الكلام اللي انتوا شايفينه ده. واخر حاجة بقى هنعمل اللقمة الكبيرة اللي هي قد البرتقانية البلدي دي، وهنفردها. ولو اتقطعت عادي جدا جدا. بصي الطريقة دي لو كل واحدة اتقطعت منك عادي. عشان كده بقولك لو انت مبتدئة ويعني عمرك ما عملت فطير، ان شاء الله هتعمليها بنتيجة حلوة جدا. بس طبعا نخلي بالنا برضو ان احنا ما نهدرش كتير ونقطع كتير. الفتافيت دي كانت مرتة كده في اخر السمنة. دي بقى اللقمة الكبيرة اللي فردتها. هنا بقى زي ما قلت لكم انا عامله الفطيره 11 لقمه صغيره و10 لقم صغيره، والكبيره اللي هي في الاخر دي عشان تلملي كل الرقات اللي انا فردتها. وهسيبها ترتاح بقى 10 دقايق كده علشان اعرف افردها. لو انا لميت وجيت افرد كده عمرها ما هتتفرد معايا، لازم ترتاح علشان تتفرد معايا. لو فردتي على طول بعد ما لميتي الفطير هتتقطع منك. لازم تسيبيها ترتاح. وهي بقى تسيبيها ترتاح كده، تكوني بتسخني الفرن عشان لازم تخش على فرن حامي جدا. الفطير لازم فرن حامي عشان يبقى طري. لو فرن واطي او درجة حرارته واطية هتنشف ومش هتبقى حلوة. لازم تقب معايا كده والهواء بتاعها من جوه يسخن، لان احنا معبيين هواء من جوه
انا عامله الفطيره رقتها يعني سمكها رفيع، لو انت حابه سمكها اضخم هتعمليها في صينيه، الصينيه دي يعني حوالي 30 سنتي، ممكن تعمليها في 25 24 23 لو انت حباها سميكه، بس انا كنت حابه اعملها رفيعه، يعني انا بحب الفطيره الرفيعه. ودي بقى الفطيره التانية كنت عاملاها في صينيه 24، فطلعت اسمك شويه من الاولى. طبعا بقى ده انت ومزاجك، انت وراحتك. وبرضو هسويها واحط على الوش برضو سمنه كده، لازم تكتري السمنه، وكل فرده طبعا بتحطي عليها سمنه، بتحطي سمنه وتفردي بيها. دي اول فطيره زي ما قلت لكم، سمكها رفيع، برش شويه ميه اول ما تطلع من الفرن وبغطيها وبسيبها حوالي 5 دقايق كده تاخد البخار بتاعها. وبعد كده بقطعها بقى زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين هي سمكها رفيع ورقتها ما شاء الله حلوه، كانت سخنه جدا وما كنتش عارفه امسكها خالص، يعني ما كنتش عارفه اقطعها لكم يعني. فالتانية هتهدى شويه وهوريكم يعني الرقات بتاعتها. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين دي متهيألي دي الفطيرة، لا دي مش دي الفطيرة الأولى، لسه أنا بحاول أمسك فيها مش عارفة لأنها سخنة. دي بقى الفطيرة التانية سميكة شوية عن الأولانية، ويعني نفس الرقات ونفس الطعم ونفس العدد، بس يعني فردة الفطير في صينية أقل. الصينية دي زي ما قلت لكم 24، فطلعت سميكة شوية. حابينها تعملوا الاتنين في صواني زي دي زي ما تحبوا، عايزينها أصغر عشان تبقى أتخن زي ما تحبوا برضو اللي انتوا عايزين. وهنا بقى الفطيرة التانية زي ما انتم شايفين كانت هادية بقى شوية كده، وكنت عارفة ان انا اقطعها. شايفين ما شاء الله حلوة جدا، وعايزة اقول لكم بجد من احلى الفطير اللي يتعمل في البيت، احلى من اللي بره. طبعا لو اتبعتي الخطوات، وطبعا نوع السمنة انت عارفاه، هتحطي سمنة عادية ممكن معاها معلقة بلدي او معلقة زبدة صفرا، هتظبط معاكي. انت لو جبت فطيرة زي دي من اي فطاطري، مش اقل حاجة 80 جنيه على فطيرة صغيرة، او 100 جنيه، لو فطيرة كبيرة 250 جنيه. اعمليها وهتعجبك، وان شاء الله ما تنسيش اللايك والاشتراك، وسلام عليكم وباي باي.